تنفيذ الركنيه والتغطيه لكريم حقي والهدف الاول. الهدف الاول من رياض بودابوس. فعلا حكينا على رياض بودابوس، نحكيو على رياض بودابوس اللي سجل الهدف الاول. ممتاز ممتاز رياض بودابوس. كنا نمدحوا في هذا اللاعب وسجل ضد المنتخب الوطني التونسي. ربما ما راش اتجاه الكره. تشوفوا الاعاده قليل بالنسبه للهدف. ما كانش فرصه كبيره برشا، ما كانش عمليه هجوميه كبيره، كره راجعه، الدفاع ما طلعش على حامل الكره مباشره والحارس ما شافش الكره. صحيح الكره الاخيره ترجع من رامي جريدي قبل كريم حقي، ثم التصويبه بالنسبه لرياض بودابوس كما جات ارتطمت بالعشب وغادت الحارس رامي جريدي. الهدف الاول لصالح المنتخب الجزائري. حنكه وخبره وقيمه وفنيات بالنسبه لهذا اللاعب. الكره كانت رجعت مباشره من الحارس رامي جريدي. عبد الرحمن فما حاجتين خلوا الكره يعني تسجل. الحاجه الاولى العديد من المدافعين ولاعبين الجزائريين قدام المحارس تخليه ما يشوفش كره وقت تخرج من ساق بودابوس. والحاجه الثانيه الكره لمست الارض ارضيه الملعب قبل ما تدخل تعطي اكثر سرعه للكره والحارس ما عادش ينجم يخاف عليها. صحيح. والهدف الاول مشاهدينا الكرام واضح المنتخب التونسي أنا منذ فتره يستفيق وقبل برشا لعب، لكن بعد انخفاض نسبي للمستوى ومردود المنتخب الجزائري رجع بقوه. وكما قلنا منذ قليل احداث الفارق اثر فرديات ممكنه في هذه المباراه، وهذا ما تم. واكيد المنتخب التونسي بحاجه الى رد الفعل حاليا في مباراه وديه هي تحذيريه بل كل شيء للاستحقاقات الافريقيه. وكمان غلاس ينظر من جانب الحكم الدولي المغربي عبد الاله العشيري، ثم ايهاب المساكني وعنتر يحيى وصابر خليفه، ومحاوله اخراج الكره من الدفاع بالنسبه للمنتخب الجزائري من جانب مهدي الأحسن وعكس الهجوم الكره في اتجاه السوداني. والاجواء المعتاده المعروفه في الملاعب الجزائريه وقت يكون حاضر المنتخب الجزائري بحاجه لهذه الاجواء الساخنه للمنتخب التونسي في تحضيره للنهائيات الافريقيه والتدخل على كريم حقي والمخالفه للمنتخب